مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. احياء اسبوع التطعيم يفريقيا على مستوى البلاد. احياء اليوم العالمي للعمال باقليم عنسبه. ممثلو الصحة بالغورة يساهمون في مكافحة مرض الملاريا بمديرية مندفرة. وزير الدفاع الباكستاني يعلن بأن التوغل العسكري الهندي وشيك. بدء اجتماع دول البريكس في البرازيل. بوتين يعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لمدة 3 أيام ابتداء من 8 مايو. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم إحياء أسبوع التطعيم بأفريقيا على مستوى البلاد اليوم 29 من أبريل بقاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا بأسمرة تحت شعار التطعيم حقل الكل فلنستفد منه لسلامتنا. وأوضحت مسؤولة وحدة صحة الأسرة والمجتمع بفرع وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيدة دهب سليمان أن الوزارة تعمل على تخطيط برامج تطعيم منتظمة للأطفال والأمهات في سن الإنجاب وإدخال أنواع جديدة من التطعيم بمعايير عالمية لمكافحة الأمراض المختلفة، مما يجعل إريتريا إحدى الدول المتميزة في هذا المجال. وأضاف مسؤول وحدة التطعيم في فرع الصحة بالإقليم الأوسط السيد قبرو حروي بدوره قائلا بأن بلادنا تقدم 14 نوعا من التطعيم بشكل منتظم، وأن هذه الخدمات متوفرة في 34 مؤسسة صحية و25 نقطة مؤقتة، بالإضافة إلى نقطتي تطعيم داخل مستشفى أوروتا المرجعي في ساعات العمل الرسمي. وأشار إلى أنه تم إدخال 8 أنواع تطعيم جديدة في الفترة ما بين 2002 وحتى العام 2022، وأن تغطية التطعيم بلغت نسبة 99.2% في عام 2022 لتصل إلى 99.6% في عام 2024. وألقى عضو مكتب اليونيسيف في إريتريا الدكتور ناندي بوتا وعضو مكتب منظمة الصحة العالمية السيد جويل موتوسواغولي كلمات على شرف المناسبة حول أهمية التطعيم في ضمان الصحة العامة، مشيدين بالإنجازات التي تسجلها إريتريا في هذا المجال. وأضاف عضو مكتب منظمة الصحة العالمية السيد جويل موتوسواغولي أنه وفي 50 عاما الماضية تم إنقاذ حياة أكثر من 154 مليون نسمة من الموت بالتطعيم، وخفض نسبة وفيات الأجنة ب40%، وتجنب تعرض الإنسان لأكثر من 30 مرض قاتل شهدته البشرية. هذا وقد تم توزيع الجوائز للفائزين في منافسات المعلومات العامة التي نظمت ضمن الفعاليات. كما تتواصل فعاليات أسبوع التطعيم في أفريقيا من 24 وحتى 30 من أبريل الجاري. تم إحياء اليوم العالمي للعمال يوم أمس 28 من أبريل في مدينة كرن تحت شعار إنتاجية بمشاركة واعية على مستوى إقليم عنسبة. وذكر مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال بالإقليم السيد أتو برهان قبرات في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة عدم القدرة على تحسين الإنتاجية بدون مشاركة واعية للعمال وتعزيز المساهمة والإنتاج اتباعا لآداب العمل. وأضاف مسؤول وحدة العمل السيد صحيح حقوس بدوره بأن الإنتاجية هي القوة التي تستجيب للمتطلبات العينية والمعنوية في المجتمعات. وتأكيدا لذلك فإن يوم العمال العالمي هو يوم تتجدد فيه القوى العاملة التي تعتبر الثروة الأساسية في مسيرة الحياة، مما يتوجب تعزيز مشاركتها الواعية والمتفانية بمختلف الإمكانيات والمعارف. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في الختام أن الأول من مايو هو يوم نتطلع فيه نحو المستقبل الواعد بتعزيز مشاركتنا النشطة عبر وحدتنا الوطنية. كما قدمت في الحفل جوائز للفائزين في منافسات المعلومات العامة التي نظمت إلى جانب عروض فنية وثقافية مختلفة تتعلق بالمناسبة. وجهت دعوة في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال على مستوى إقليم القاش بركة لخلق الأرضية الملائمة للمشاركة الواعية في العملية الإنتاجية لضمان تحقيق الدور الهام للعمال في تعزيز برامج التنمية. وأوضح مسؤول مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم السيد عبد صالح في الاحتفال الذي نظم في 27 من أبريل بمنطقة شمشمية بمديرية عالي القاشة
أن المناسبة تهدف لتكريم وتقدير العمال الذين أثبتوا كرامة العمل على أرض الواقع ودفعوا ثمنا باهظا لضمان وجود البلاد. وأكد على أن الكونفدرالية الوطنية للعمال تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتمهيد الأرضية لزيادة إنتاجية العمال. وذكرت مسؤولة مركز تدريب الكونفدرالية الوطنية للعمال في توكومبيا السيدة إلينا فيليتشي تدريب 225 امرأة في بلدة توكومبيا في إطار جهود تقوية ورفع إنتاجية النساء وتقديم دعم بالقروض لعدد كبير من العمال. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي أن الأول من مايو هو يوم لتجديد العهد بتنفيذ البرامج المتعلقة ببرامج التنمية الوطنية. وأكد على أن إدارة الإقليم ستساهم في المبادرات المتخذة لتعزيز دور العمال في برامج التنمية. في غضون ذلك قام العمال يوم 26 من أبريل بحملة نظافة في مقبرة الشهداء ببلدة توكومبيا، بينما أكد ممثل الاتحاد الوطني للشباب والطلبة والاتحاد الوطني للمرأة ومكتب العمل والرعاية الاجتماعية وجمعية المعلمين على التعاون مع الكونفدرالية الوطنية للعمال للدفع بالإنتاجية. يساهم ممثل الصحة بالقرى في مكافحة الإصابة بالملاريا في مديرية مندفرة. وأفاد مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية سيد إسحاق جبر برهان في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده بمناسبة 28 من أبريل اليوم العالمي لمكافحة الإصابة بالملاريا أن نسبة الإصابة المسجلة في عام 2024 انخفضت بنسبة 28% بالمقارنة مع عام 2023 بفضل مساهمة الكوادر الطبية المتمركزة في القرى. وأضاف السيد إسحاق أن ممثلي الصحة بالقرى البالغ عددهم 61 فردا وبالتعاون مع الشركاء يقدمون 40% من الخدمات الصحية التي تقدم بالمديرية. وأشاد بوعي المجتمع بظاهرة التغير المناخي وتأقلم البعوض مع الأدوية وأهمية استعمال الناموسيات في مكافحة الإصابة بالملاريا. وأشاد مدير مديرية مندفر السيد اسكياس وهبت بدور ممثل الصحة بالقرى وحث الأهالي بضرورة الحفاظ على البيئة وتعزيز دور إدارات الضواحي في هذا الشأن. نظمت محاضرة تنويرية حول العادات الضارة لمدراء الضواحي والأعيان والشركاء في مديرية دقة. وشرح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد عقبة مريم تخلي الخطة الهادفة لإعلان خلو المديرية كليا من العادات الضارة حتى عام 2023، مناشدا الجميع للمشاركة في الجهود المتضافرة التي تركز على تثقيف وتوعية المجتمع. وأضاف أن الجهود التي بذلت لمحاربة العادات الضارة بالصحة الجسدية والنفسية للإناث لم تسجل حتى الآن نتائج مشجعة. وأكد مدير مديرية دقة سيد همد إيلا جاهزية الأقسام الإدارية للمساهمة بفعالية في القضاء على العادات الضارة بصحة المرأة لأهمية ذلك في تطوير المجتمعات. وحث المشاركون بتنظيم أنشطة توعية واسعة واتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت ممارسة هذه العادات، فضلا عن تثقيف المجتمع للقضاء على هذه الممارسات الضارة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن التوقع العسكري من جانب الهند المجاورة بات وشيكا في أعقاب هجوم مسلح على سياح في كشمير الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا. وقد أسفر الهجوم المسلح عن مقتل 26 شخصا وأثار غضبا في الهند إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان. وتتهم الهند باكستان بدعم المتشددين في كشمير، وهي منطقة تطالب بها كل من الدولتين وخاضتا حربين بسببها. وذكر آصف أن الخطاب الهندي ازداد حدة وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي. وبعد هجوم كشمير حددت الهند هوية 2 من المتشددين المشتبه بهم على أنهما باكستانيان، ونفت إسلام أباد أي ضلوع لها في الهجوم ودعت إلى إجراء تحقيق محايد. بدأ وزراء خارجية دول البريكس اجتماعا في البرازيل أمس يستمر ليومين قبل قمة رؤساء الدول، ويهدف الاجتماع تكثيف الجهود للدفاع عن التعددية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم.
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم بالإضافة إلى الصين كل من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا وأندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول البريكس، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر خلال القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار. وتعد البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة. وأوضح كبير المفاوضين البرازيليين أن مجموعة البريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية من أينما أتت. في الخبر الأخير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في أوكرانيا من 8 وحتى 11 من مايو، ودعا كييف إلى القيام بالمثل. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بوقف إطلاق النار وتوقف كافة العمليات العسكرية في أيام الذكرى 80 للنصر من 8 إلى 11 من مايو المقبل. وشدد بيان الكرملين على أن الجانب الروسي يؤكد مجددا استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية وإلى تعاون بناء مع الشركاء الدوليين بشأن تسوية الأزمة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إحياء أسبوع التطعيم على مستوى البلاد. إحياء اليوم العالمي للعمال بإقليم عنسبة. ممثلو صاحب القرى يساهمون في مكافحة مرض الملاريا بمديرية مندفر. وزير الدفاع الباكستاني يعلن بأن التوقل العسكري الهندي وشيك. بدء اجتماع دول البريكس في البرازيل. بوتين يعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لمدة 3 أيام ابتداء من 8 من مايو. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.